إنا لله وإنا إليه راجعون. غيب الموت المطربة الشعبية التونسية فايزة المحرصي بعد صراع مع المرض إثر تعرضها لإصابة في الظهر عقبها تشخيص وعلاج خاطئ. وتعرضت فايزة المحرصي في الصيف الماضي إلى وعكة صحية أسفرت عن دخولها المستشفى العسكري بتونس العاصمة. وتحدثت المحرصي عن فترة مرضها في تصريحات لإذاعة ميوزك اف ام المحلية، قالت فيها: لقد مررت بتجربة صعبة جدا، لكن من ألطاف الله أنني أشعر بتحسن وسأتجاوز الأزمة بفضل معنويات المرتفعة والدعم المعنوي الذي حظيت به من الجميع وحتى من خارج تونس. وأشارت إلى أنها دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها على مستوى الظهر. وقد صرح أحد المقربين لها لحظة الوفاة وهي نطق الفنانة الراحلة فايزة المحرصي الشهادة قبل أن ترحل عن عالمنا. وأضاف المصدر أن الابتسامة كانت لا تفارق وجهها طيلة هذه الفترة رغم المعاناة التي كانت تعاني منها. بدأت فايزة المحرصي نشاطها الفني وهي طفلة صغيرة واشتهرت بالأغاني الشعبية التونسية. وعلى الجانب الآخر نعت الفنانة التونسية لطيفة زميلتها الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة: البقاء والدوام لله وحده سبحانه، الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأصدق قلب شفته في حياتي، ربي يصبر أهلي ويصبر كل من أحب وعرف وأنا واحدة منهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعى الفنان صابر الرباعي عبر حسابه بموقع انستجرام فايزة المحرصي قائلة: فنانة خلوقة ومحبوبة من كل الناس ودعتنا اليوم وفي قلوب كل عائلتها ومحبيها وأصدقائها حسرة ولوعة الفراق. وأضاف: كنت الأخت والصديقة والفنانة القريبة من كل القلوب، طيبة جدا وخلوقة، ربي يرحمك يا فايزة ويسكنك جناته ويصبر عائلتك وكل الأسرة الفنية والأصدقاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.